قالك بقى مستقبل العيال معتمد على التعليم. مين شايف ان المقولة دي صح؟ يعني انا شايفة انه في الزمن اللي احنا فيه ده مش كل العيال مستقبلهم معتمد على التعليم. فان احنا نقعد نزعل عيال علشان يجيبوا درجات عالية قوي. يعني فكروا كده انتوا حتى في وقتنا احنا، يعني اللي جابوا 100% في الدراسات ولا اللي جابوا 99.5 في العلوم عملوا ايه بيها؟ بقوا ايه؟ يعني اخرج بقوا ايه وخدوا كام وحتى معنويا خدوا ايه وعملوا ايه؟ فبلاش نقعد نكر العيال ونزلنا عليهم انهم يجيبوا درجات نهائيه. نهائيه في ايه يا جماعه؟ عشان يوصلوا فين؟ طعم المريخ؟ نهائيه مين؟ التعليم ما بقاش كل حاجه. لازم نركز على مواهب ولادنا ونشوف كل واحد فيهم بيحب ميال لايه. اي حاجه. ميال للاختراعات بيخترع ايه؟ هيبقى ساينتست مثلا، هيبقى فاز. ميال للرسم، ميال للموسيقى، ميال للطبخ. شوفوا كده وابتدوا من دلوقتي نموا مواهب ولادكم عشان دي اللي هتفيدهم لما يكبروا. مش الشهاده ومش التعليم وان هم يبقوا بياخدوا درجات نهائيه في كل حاجه. ده مش الحل لكل عيال. طبعا في عيال بتبقى دي منطقتهم، ماشي والله خير وبركه لو هم شاطرين وبيجيبوا درجات نهائيه، نشكر الرب. بس لو لا، ما نبقاش احنا بنقهرهم وكده. قولوا لي رايكم.